رجل دخل علي وقال أسألك بالله أسألك بالله أسألك بالله توظفها. السؤال غريب، قلت من؟ قال زوجتي. قلت ادخل تفضل. فجلس، قلت أنت شايفني يعني مكتب توظيف؟ قال أسألك بالله توظفها، زوجتي والله ثروة وطنية. سأذكر لك موقف مر علي معها وعليه فقس حياتي معها. قلت شو الخبر؟ قال أنا في الحقيقة إذا تخاصمت معها أهرب من البيت، أي لحظة من لحظات الخصوم أهرب من البيت، قد يطول الهروب أو قد يقصر. في يوم من الأيام حصل بيني وبينها شجار خصومة، يقول فخرجت من البيت وذهبت إلى مصر، خرجت خارج المملكة مرة في الخارج. يقول جلست 3 أيام والله لا يعلم بمكاني أحد من الخلق، لا يعلم بمكاني في ذلك الفندق إلا الله عز وجل. يقول بعد 3 أيام تقريبا أو 4 وإذا بالهاتف يدق علي في الغرفة بعد 7:45 في الليل وأنا نايم. يقول فرفعت السماعة وإذا بها تقول لي أهلا يا حبيبي تصبح على خير. يقول نظرت السماعة هذا حلم ولا علم ولا خبر؟ الله أكبر. يقول هذا حلم ولا علم؟ يقول والله أنبهت يعني ذهب النوم. اتصلت بالاستقبال قلت له يا أخي الكريم في اتصال جاني. قال دي المدام بتسلم عليك. بسم الله. يقول تفاجأت سيأتيك الخبر. يقول مرت الأيام رجعت السعودية تصالحنا تسامحنا نسيت الموضوع. بعد شهر تقريبا وإذا بفاتورة للهاتف تأتيني بأكثر من 9000 ريال. الله. فذهبت تشتكي إلى الهاتف، قالوا حسن من حقك أن تشتكي لكن نطبع برنت بالمكالمات. عرفت كيف وصلت إلي. يقول مرت على 3 دول. مرت أولا على سوريا، الفنادق المشهورة في سوريا تتصل بها فلان عندكم؟ قالوا لا. اتصلت على الفندق الذي يليه، انتهت من سوريا ذهبت إلى لبنان، انتهت من لبنان صادتني الساعة 3 في الليل في فندق في مصر. أسألك بالله هذه ما هي ثروة وطنية؟ قلت والله هذه تحتاج الانتربول الدولي. اللهم حوالينا ولا علينا. فعلا بعض النساء